علامات هتعرفك ان الشخص اللي قدامك عامل تقيل قدامك، بس هو معجب بيك جدا، مهتم بيك قوي، ويمكن يكون بيحبك. تعرف منين ان الشخص اللي قدامك بيحبك حتى لو هو حاطط علاقتكم في اطار الفريند زون؟ احنا اصدقاء، احنا مجرد زمايل، بس كل تصرفاته بتقول غير كده. نشوف مع بعض في الحلقه، بس الاول اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. استناك. اول علامه هتلاقيه بيلفت نظرك بطريقه هو مش قاصدها. يعني مثلا هنفترض ان انت قلت له اللون الابيض ده بيبقى حلو عليك قوي، شكل التيشيرت ده بيبقى شكله شيك قوي وانت لابسه. هتلاقيه بدون ما يقصد المره اللي قبلك بعد كده لابس نفس التيشيرت اللي انت قلت له عليه شكلك حلو، حاطط نفس البرفيوم اللي انت قلتي له عليه مثلا البرفيوم ده مميز، بيعمل نفس الحاجات اللي انت لفتتي نظره ليها وقلت له الحاجات دي بتعجبك فيه. تاني علامه بقى هتلاقي دايما عينه بصالك، شايفك، باصص عليكي. لو في وسط 1000 تلاقيه عينه مركزه معاكي، عينه عليكي، مراقبك قوي ومراقب ادق تفاصيل. وده طبعا بيظهر في ايه؟ مثلا الحاجات البسيطه. يعني هنفترض ان في حاجه بتقع منك فتلاقيه اول واحد بيلحقها، هتقعي فتلاقيه اول واحد بيسندك، فشايف خطواتك بالملي، فمراقب حركاتك ومراقب تصرفاتك، وعشان كده اول واحد بتلاقيه بيلحقك. تالت علامه بقى هتلاقيه لو انتوا قاعدين في قاعده في مكان وبتقولوا حاجه مثلا وانت بتقولي حاجه حتى لو سخيفه، هتلاقيه بيضحك جدا ومن قلبه، مش ضحكه صفرة مش مصطنعه عشان اللي هو بيجامل الموضوع، لا هتلاقيه فعلا بيضحك من قلبه، شايفك اخف دم في الكوكب. اي حاجه انت بتقوليها بالنسبه له نازله على قلبه زي العسل. كلامك، هزارك، قلاشاتك، حتى لو انت بتنكشيه، مش هنقول بتقلشي عليه وبتنكتي عليه، بس هتلاقيه هو فرحان قوي ومبسوط وسعيد وبيضحك بجد من قلبه عشان هو شايفك اخف دم في الحياه. وقت ما يشوفك اخف دم في الكوكب اعرفي ان هو معجب بيكي، بيحبك، غير عليكي لا ارادي. يعني تعملي حركه كده ولا كده فتلاقيه غيران، حد يبص لك بصه كده ولا كده مش طايق، يقول لك ما تقربيش من الحد الفلاني، بلاش تتكلمي مع البني ادمه الفلانيه، الولد ده خلي بالك منه، عشان هو شايف، مش هقولك شايف بعين الراجل اللي زيه، بس هو شايف بعين المحب. ما يحبش حد يقرب من الحاجه بتاعته، الحاجه اللي تخصه. هتلاقيه مثلا بيتعصب من شخص معين عشان هو مركز معاكي. هتلاقيه مثلا بيقولك لا ما تروحيش المكان الفلاني عشان اصل الناس دي انت مش عارفه نظره الراجل ايه للست او نظره الراجل ايه للبنت، بس انا بقول لك كده عشان انا خايف عليكي. طول الوقت هتلاقيه بيغير، حركاته وطريقته وتصرفاته كلها بتقول ان البني ادم ده معجب بيكي. لما مثلا تقولي له انت ليه بتعمل معايا كده؟ انت في علامات استفهام في دماغك، انت ليه بتعمل كده؟ فيقول لك لا احنا اصحاب، انا بس انت اختي، انا بس عشان بتضايق من التصرفات الفلانيه، مع انه عامل مليون تصرف يقول ان الحد ده بيحبه، بس لما بيتزنق يحس ان ممكن يخسرك فيقول بلاش ما اخسرهاش، خليني جنبها ولو صديق، خليني جنبها ولو اخ، مش مشكله، خلي بالي منها. فهتلاقيه طول الوقت بيبررك لا انا بعمل كده بس عشان احنا اخوات، مع ان كل تصرفاته بتقول ان هو مش اخوات. اخر علامه بقى واهم علامه هتلاقي الشخص ده بيعرف يسمعك كويس قوي، بيفضي نفسه من الدنيا كلها عشان يبقى معاكي. عنده مشاغل الدنيا، وقت ما تحتاجيه، وقت ما ترفعي سماعه التليفون عليه هتلاقي اول واحد قلبه مفتوح لك، عنده استعداد يسمعك لو هتتكلمي 10 ساعات، عنده استعداد يفضي نفسه عشان مشوار انت رايحاه، عنده استعداد يخطف من مشاغل يومه عشان يطمن عليك يشوفك عامله ايه، عشان يحسسك انك جنبه، حتى لو بينكم مسافات، حتى لو بينكم بلاد. دايما بيشوف ان مفيش حاجه تعوق حد بيحب، حد مهتم فعلا عن الحد اللي هو بيحبه. فالوقت، الظروف، المسافات كلها ظروف واهيه بالنسبه له، كلها حجج فاضيه زي ما بيتقال، مفيش حد تمنعه عنك. فالبني ادم اللي تلاقيه انت اقرب له من الدنيا كلها، هو اقرب حد ليكي لو وقعتي في مشكله يكلمك، كلميه، بيعرف يسمعك. مهم قوي فكره انه بيعرف يسمعك، بيعرف يحترم رغباتك، يحترم قراراتك. فالبني ادم ده 100% بيحبك. هستناكم تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ويا ترى ايه العلامات اللي انت ممكن تعرفي بيها الشخص اللي بيحبك من تصرفاته ومتكلمناش عنها. هستناكم، هقرا كل كومنتاتكم. دكتور نسرين العمري.